لخص اول 10 حلقات من مسلسل الكبير قوي لاحمد مكي. مش هكدب عليكم يا جماعه، انا زهقت من الكبير، وفي ناس كتير زيي برضو حتى من الاصدقاء قالوا لا الكبير كفايه بقى، كفايه بقى يا مكي، غير بقى يا مكي شويه. الموسم الثامن من الكبير بيبدا، انتوا عارفين طبعا ان الكبير بيبقى مثلا بياخد 3 4 حلقات كده بيتكلم عن حاجه ما معينه. لغايه دلوقتي هو في 3 سيكشنز كده او 3 حاجات، 3 قصص يعني داخل الكبير. القصه الاولانيه بتاعه الشمامه والحاجات دي بتاعه شم النسيم والكلام ده، دي القصه الاولى. القصه الثانيه اللي في النص واللي كانت منحدره منها وهي قصه بتاعه اللي فيها ده امينه خليل. القصه الثالثه او السيكشن الاخير لغايه دلوقتي هو السيكشن بتاع حزلقوم وفيلم لا كازا دو بابيل، بيعملوا سبوف او بارودي على فيلم لا كازا دو بابيل زي ما حصل في الموسم اللي قبليه تقريبا او اللي قبل اللي فات لما عملوا سكويد جيم وكانت ناجحه جدا. السكشن الاولاني بتاع الشمامه ده من وجهه نظري كان طفولي جدا، ويعني انا شايفه ان هو موجه للاطفال. انا يعني راجل كبير شويه بالنسبه لي ده ما اقنعنيش بشكل كبير. الجزء بتاع امينه خليل هو الاقل ما بينهم على الاطلاق وبرده ما عجبنيش جدا، وامينه خليل كانت مندهشه رغم ان امينه خليل عملت ادوار كوميدي قبل كده، ويعني خلي بالك من زيزي يشهد على الموضوع ده، وكان ادائها كويس جدا في خلي بالك من زيزي، وكانت بتطلع كوميديا جيده جدا. الجزء الثالث بتاع لا كازا دو بابيل ده هو الافضل في بعض الافيهات الكوميديه، في بعض المواقف الكوميديه الحلوه جدا. هل في شخصيات السنه دي في الكبير مميزه؟ لا، مفيش اي شخصيه مميزه، بل بالعكس الكبير عمل اكبر خطأ ممكن في المسلسلات المكونة من اجزاء، وهو انه استغنى عن عناصر النجاح اللي نجحت اصلا المواسم القديمة بتاعته. فاكرين الكبير المواسم القديمة، الموسم الثاني، الموسم الثالث، الموسم الاول كمان، الحاجات عوامل النجاح اساسا اللي كانت في المواسم دي هو تخلى عنها خالص ورماها وضرب بيها عرض الحائط في المواسم الحديثه. على راسهم على الاطلاق الحوار او الكونفرزيشن اللي كانت بتحصل ما بين شخصيه هادرس وجوني. الحاجات دي يا جماعه ما بقتش موجوده، ولما بتبقى موجوده بقت بلين قوي، مسطحه، تحس ان كأن محمد سلام بياخد اوردر عشان يتكلم، يعني كأنه ماسك في ايده مثلا نص كده بيقرا منه، ما كانتش سبونتينيوس زي ما كان بيحصل قبل كده. من المشكله اللي كانت في الموسم اللي فات، الموسم السابع، وامتدت معانا للموسم الثامن، وان الكبير انا المسلسل كتير منه بيتصور داخل الدوار. الكبير في المواسم اللي قبل كده كان بيخرج لعالم المزاريطه، الكبير العالم بتاعه هو المزاريطه، كأن ده العالم اللي هو عايش فيه ما يعرفش اي حاجه براه. الكبير كان بيخرج في عالم المزاريطه، بيقابل ناس، بيتفاعل في القهوه، مش عارف ايه، يحصل مثلا حاجه زي بتاعه الامريكان فوتبول اللي اتعملت دي. انا محتاج اشوف حاجات زي كده. الموسم اللي فات الموسم السابع حاولوا يعملوها، بدل يعني يستبدلوا بالظبط، حاولوا يعملوا الموضوع على كرة القدم وفكرة حزلقوم اللي اشترى نادي، لو فاكرين من الموسم السابع حاولوا يعملوها، بس ما جابتش ضحك الصراحة وما كانش فيها اي حاجة. وحتى الافيه الوحيد اللي كان نجا منها بتاع يا لهوي اللي كان حزلقوم بيصوت فيه ده لما الفرقة بتاعته خسرت، الافيه ده يعني مستوحى من كابتن رضا عبد العال، الناس اللي اليوم في الكرة عارفين. انا كمشاهد محتاج اشوف احمد مكي في حاجة تانية غير الكبير. مش بقول ان الكبير ده ينتهي تماما وان خلاص ما احمد مكي ما يعملش الكبير تاني، لا، ريح الكبير شوية على جنب واحب اشوف مكي في حاجات تانية كتير. افكركم بحاجة للناس بقى القديمة اللي مركزة جدا في الافلام والمسلسلات بتاعت رمضان. احمد مكي زمان يا جماعة عمل فكرة لمسلسل يمكن ما نجحش قوي، ولكن الفكرة بتاعته كانت جامد كده وكانت شخصية. المسلسل ده كانت فكرة احمد مكي مثلها احمد رزق. المسلسل ده كان اسمه فوقش لو تفتكروا، هسيب لكم صورته هنا دلوقتي لو لقيتها. شخصية فوقش دي كانت شخصية جيمك كده، كانت شخصية عشوائية جدا. المسلسل يمكن ما اتعملش بأحسن طريقة ممكنة، ما تسوقلوش كويس، ما يعني ما تظبطش، ما وفقش بشكل ما أو بآخر، ولكن أحمد مكي دماغه والله تطلع عظمات الأفكار. تعالوا نرجع للموسم اللي فات لما أحمد مكي عمل الكليب بتاع ولعانة. شايفين افكار سريعه سريعه سريعه، لقطات سريعه سريعه سريعه، وحاجات الوان وشغل. الشغل اللي عمله احمد مكي في كليب ولعانة قد يعني يساوي الموسم السابع والثامن من الكبير مع بعض. انا محتاج اشوف احمد مكي في افلام، ما بيطلعش في افلام خالص، محتاج اشوفه في مسلسلات تانية غير الكبير، وغير ظهوره في الاختيار اللي كان يعني ظهور مش يعني اي حد يعمله الصراحه، مش شرط احمد مكي بنفسه.
محتاج اشوف احمد مكي الحقيقي اللي حبيناه زمان في فيلم لا تراجع ولا استسلام، في فيلم اتش دبور، في فيلم سيما علي بابا اللي كان فيلم مميز جدا رغم ان هو ما نجحش في وقتها، ولكن انا الفيلم ده بحبه من وقت نزوله لغايه دلوقتي. فيلم جميل جدا وفيلم يعني ايه خارج اطار الزمن كده، فيلم تشوفه في اي وقت من الاوقات، فيلم جميل وممتع. انا مش متحمس باي شكل من الاشكال لا لشخصيه الكبير ولا ان انا اعمل الروتين اللي كنت متعود عليه في كل رمضان، ان انا اتفرج على الكبير وقت الفطار. للاسف فقدت الروتين ده، وللاسف برضو مش مشجعني. يعني الكبير مش عايز ياخد بايدي علشان اتفرج عليه. الصراحه نكت مكرره للغايه. حلقه الكبير كانت حلقه ملغمه ضحك. دلوقتي انت قاعد بتتفرج على الكبير كده، اخرك تعمل ازاي؟ كده مش اكتر من كده، وتضحك على افيه او اتنين بالكتير في الحلقه الواحده. وده في النهايه يا جماعه راي شخصي. لو انتوا عندكم راي مغاير او بتوافقوني الراي اكتبوا لي تحت في التعليقات. شرفوا وتنوروا جميعا. اشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.